اليوم كنت حاب انه الغداء يكون مميز. اتصلت بحسنين وكالعاده كان جوعان ونحسان. رحنا المحافظه تبعد عن بغداد 45 دقيقه. دخلنا المكان وكان وقت غداء والاجواء قدامكم. واول ما قعدنا نزلت الضيافه من الشوربه بالاضافه للسوب الاحمر ومن بعدها نزلت المقبلات. وكل هذه كضيافه كانت بشكل مجاني. بدينا ناكل تقريبا 13 الى 14 دقيقه. نزل الغداء مالتنا عباره عن تشريب باميه بالاضافه لمنسف عليه قطعتين قوزي وعلى تمن ابيض. هسه نجي للمفيد. اللحم كان ممتاز، خصوصا انه هذه المحافظه تشتهر بجوده اللحوم مالتها، وهنا الخاشوقه ما تنفع لازم نستخدم ايدينا. الاكل كان طيب الى درجه. بالنسبه لنا طلبنا هذا التشريب الباميه على مود ناكله حاله حال لدليميه، لكن التمن كان بدون شعريه، وحسنين بقى يتونس ويا الحكايه. ارجع واقول طعم وجوده اللحم يستاهل انه واحد يتعنى له. تعبت. واخيرا خلصنا غدا وشبعنا الحمد لله، وهذا اللي بقى. وحسنين راح ينام على الكرسي. الحساب كله صار 55,000 كل الزين. هسه نروح لاربيل نشرب شاي. روح يا معود، روح اطلع من راسي. وهسه اكتبوا لي بالتعليقات بيوم محافظه كنا وشنو اسم المطعم، واعتقد الاجابه الاكثر راح تكون من الشباب.